السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب كده جميعكم في افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ اتمنى كده يا رب تكونوا كده سعداء ومبسوطين وفي افضل حال. تعالوا بقى نشوف النهارده الروتين كله كده، روتين خفيف وبسيط ومشتريات كده على قدي. ويلا كده استعدادا للمدارس، بنعمل حاجة حاجة كل يوم، بعمل حاجة في البيت وكده. وكمان ان شاء الله باذن الله هنتكلم في حاجات كتيره جدا تخص البيت والمراه. وكمان هقولكم على شويه افكار هترتاحي طول الشهر كده في ايام الدراسه وكده. اول حاجه بس نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا بقى انا اوريكم الحاجات القمر الخفيفه البسيطه اللي على قد اللي جبتها النهارده. بصوا، اول حاجه ديت بتاعه البرجر. كل ما اجي اعمل برجر ما بلاقيش عندي حاجه اعمل بيها البرجر وكده، فقررت ان انا اشتري بتاعه البرجر ديت القمر، رغم ان هي مشتريات خفيفه وبسيطه ومفيش يعني حاجات مكلفه قوي، بس انا مبسوطه جدا ان انا بجيب ولو اي حاجه كده بسيطه. بصوا هوريكم بقى هنا المقطع تقريبا دخل في بعضه، مش مهم. هنرجع تاني المشتريات. هنا بقى الشنط ديت بتاعه المدارس يا بنات. عايزه اقول لكم ان انا ما جبتش الصراحه السنه دي ولا اشتريت. انا بكلمكم بكل صراحه، انا كان عندي دول يعني من السنه اللي فاتت، هخيطهم كده وهظبطهم للبنات وكده، والحمد لله يقضوا دراستهم على خير، ويا رب يا رب ينجح اولادنا، اللهم امين دايما. يعني انا قلت ان انا مش هشتري السنه دي لان الصراحه الظروف معايا الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر. احنا احسن من ناس كتيره طبعا، بقول لكم دايما كده. فقلت يقضوا بيها السنه دي، وان شاء الله الظروف تتحسن السنه الجايه واجيب لهم يعني جديد وكده. بس هم يعني الحمد لله هم راضين، يعني انا معوده البنات ان هم بيرضوا باي حاجه بجيبها لهم. وكمان اي حاجه بجيبها او مثلا اي حاجه بعملها مش بيعترضوا الحمد لله. بصي يا بنات، دايما كده تخلي علاقتك بطفلك تكون كده حلوة وجيدة كده، وتاخدي الطفل يعني تسايسيه هتكسبيه. اسلوب الضرب والعنف والكلام ده كله ما بيجيبش اي نتيجة خالص. واقول لكم على شوية حاجات يعني بسيطة جدا بعملها مع بناتي، بخليهم كده تحت طوعي وكده. يعني مثلا يا ماما احنا السنة دي ان شاء الله جبنا، هجيب لكم الشنط ديت تروحوا بيها، ان شاء الله السنه الجايه هتتحسن الظروف وهنجيب كل حاجه. هنا بوريكم، بصوا البرسيل وقع كده على الغساله، ان شاء الله عايزه اعمل لها دوره غسيل كده كويسه لان من زمان ما غسلتهاش الصراحه. ويلا كده نشوف باقي المشتريات. بصوا بقى، هي كده مستوردة على فكرة مش مصري، يعني حلو قوي وسعرها كمان حلو، جبتها ب55 جنيه، يعني سعرها حلو قوي. ودي شماعة يا بنات، اللي هي الشماعة اللي بتتلزق كده لزقة، جبتها علشان خاطر الفوط بتاع المطبخ وكده. وجبت كيلو من نص كيلو من الفول، وكمان الشاي ده انا فتحته وجبت كده ربع بخمسة، بكام؟ ب55 جنيه. وجبت الستيكر ده علشان انا عايزاه. عايزه اقول لكم يعني كل مدى بجيب حاجه الصراحه، ما بجيبش حاجه على بعضيها ابدا. يعني لو في حاجه ناقصاني النهارده بكتبها كده في ورقه او في كراسه كده عندك في المطبخ وتحطيها كده على جنب، علشان الحاجه تفضلي كده ان انت ملتزمه انك الحاجه بتاعتك يعني تبقى موجودة على طول عندك وما تروحش من بالك. يعني تكتبيها كده في كراسة او في نوتة كده متخصصة في المطبخ عندك. هنا بقى بنويتي ربنا يبارك لهم قالوا يا ماما ان احنا جعانين، طلعوا كيس فول كده من اللي انا كان اخر واحد، علشان كده انا جبت فول. انا يا بنات عاملاه في البيت، اللهم بارك، شايفين لونه زي العسل كده، وكمان بيوفر معايا جامد. انتوا عارفين الحاجة بره غالية جدا، وشوية الفول قد كده بيتباعوا ب20 جنيه وب15 جنيه كمان، ومش هيكفوا العيل يعني اكل وكده، ومش هيتبسطوا كمان. لكن انت لما تعملي، عايزه اقول لكم نص كيلو ده هيكفوني الحمد لله، اللهم بارك. ربنا بيزرع البركه في البيت وربنا بيطرح البركه، فاللهم بارك يعني هيكفوني الحمد لله انا والبنات يعني، وبناكل منه على طول، بنفطر منه كده. هنا بنتي بقى عماله تقول الله يا ماما الفول شكله حلو كده، اقول لها ماشي.
غسلت كده الفول. عايزه اقول لكم تجيبيه من عند العطار، تغسليه الاول وهاتي الفوله الحبايه البيضه اللي هي تكون صفرة زي كده اهو، زي ما انتوا شايفين. ما تجيبيش الفوله اللي هي لونها مغماء. المهم هنا بنتي كان يعني لسه بتتعلم الكتابه والقرايه. تعالوا كده اسمعوا صوتها بتقول لكم ايه. حرف ايه؟ ألف. ألف. طب انت عوجاه كده ليه؟ اكتبي بس كده الف واقف مظبوط. الهمزه طبعا هي يا جماعه هي لسه بتتعلم، انا مش عارفه هي كاتبه الالف ازاي طب اوعي كده. ده حرف ايه؟ إيه. ده نقطة. لا لا ده باء. بقى ايه؟ باء. بقى بطه. طبعا كده انا اشوف النونه بتاعك. بصوا حاطه النونه جنب منها، يعني دي والله العظيم مش عارفه اقول لكم ايه. يلا والشنطة اهي. دي شنطتها كانت بتاع رمضان، خدتها أبرار، خدتها رحت أبرار خلاص انت اديتها هتحكي لي. لهم. بس كده بعد ما ذكرت لها وكده، هي طبعا لسه بتروح كي جي 2 كي جي 1 سوري. ونضفت كده نظمت كده الفريزر بتاعي كان عايز يتنظم. وخلاص كده ان شاء الله هعمل حملة نظافة ان شاء الله قريب على